حلقتنا اليوم عودة العلامات الأجنبية لاستيراد السيارات بالجزائر. كشفت مصادر قريبة من ملف السيارات أن التعديلات المتوقع إدراجها في دفتر الشروط لاستيراد السيارات التي أمر بها رئيس الجمهورية بشكل فوري تتعلق بتعديل المادة الثالثة والرابعة من دفتر الشروط التي يعتقد أنها مخالفة لتوصيات المنظمة الدولية للتجارة، والتي أثارت تحفظات العلامات الكبرى لصناعة السيارات التي سبق لها النشاط بالسوق الجزائرية، وأسقطها دفتر الشروط الذي يمنع في مادته الثالثة الشركات الأجنبية من ممارسة نشاط استيراد السيارات، وحصر العملية على الجزائريين المقيمين فقط. التعديل الجديد حسب المصادر سيمكن الشركات الأجنبية من العودة لنشاط استيراد السيارات، خاصة وأن هذه الشركات تابعة لمجموعات عالمية على غرار رونو وبيجو وسيتروين وشيفرولي وتويوتا، وتفضل هذه العلامات الاستيراد والتسويق بنفسها، ورفضت تمثيلها من طرف جزائريين، وهو ما جعل دفتر الشروط الحالي يقصيها من ممارسة نشاط الاستيراد. ولكن مع التعديل الجديد ستعود هذه العلامات للنشاط من جديد في السوق الجزائرية من خلال الاستيراد والتسويق وضمان خدمات ما بعد البيع. وبالنسبة للتعديل الثاني في دفتر شروط استيراد السيارات يخص حسب مصادرنا المادة الرابعة التي تمنع الوكلاء من استيراد أكثر من علامتين، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤثر على نشاط الوكلاء ويقيد المنافسة، خاصة وأن العلامات الكبرى لصناعة السيارات شكلت تحالفات دولية تضم عددا كبيرا من العلامات على غرار الاندماج الأخير بين مجموعتي BSA الفرنسية وفيات كرايسلر الأمريكية لتشكيل رابع أكبر مجموعة لإنتاج السيارات بالعالم، والتي تضم أكثر من 14 علامة، بالإضافة إلى تحالف رونو ونيسان وميتسوبيشي وداسيا الذي يمثل أيضا أزيد من 8 علامات. واليوم بات الوكلاء يمثلون المجموعات وليس العلامات، فبمجرد أن ينال الوكيل ثقة المجموعة يمكنه حسب قواعد التجارة العالمية استيراد جميع العلامات التابعة لهذه المجموعة على غرار مجموعة فولكس فاجن التي كانت تضم أيضا علامات سيات وسكودا وأودي، والتي كانت تستورد إلى الجزائر من طرف شركة سوفاك قبل فسخ العقد مؤخرا. المصدر الشروق. لا تنسى الصلاة على رسول الله في تعليق. شارك هذا الموضوع مع أصدقائك ليصل إلى أكثر عدد من المشاهدين.